اللعبة دي اللي بتتباع في أي مول اتصنعت عشان تصور ضحكة العرسان في الأفراح ومنظر البحر في المصايف. بس النهاردة بقت هي اللي بتحدد مين يعيش ومين يموت. المفترس اللي بيصطاد دبابات بملايين الدولارات وخلى أقوى جيوش العالم تستخبى من لعبة ب$500. الحكاية بدأت بحلم لفرانك وانج، طالب صيني كان عايز يخلي كل واحد فينا مخرج سينمائي. النهارده اختراعه بقى اوبنهايمر الصدفة في اوكرانيا، والسبب ان نظام الامان ايروسكوب اللي اتعمل لحماية المطارات فجأة بقى جاسوس بيحدد مكان الطيار الروسي او الاوكراني بالملي، وبدل ما يحمي الناس بقى هو فخ الموت اللي بيجيب القذيفة فوق دماغك في 30 ثانية. تخيل ان حتة بلاستيك ب$500 بتطير فوق دبابة تي 90 قيمتها $4 مليون، وتخليها خردة. شوية لزق وطبعة 3D ولعبة أطفال كانت كفيلة إنها تهز هيبة أقوى جيوش العالم وتنهي عصر العمالقة للأبد. ورغم إن شركة DJI منعت البيع لروسيا وأوكرانيا رسميا، إلا إن في أسطول أشباح ما بيقفش، شنط سفر وسوق سودا وشبكات متطوعين بتغذي الجبهة بآلاف القطع كل شهر. السلاح الممنوع ورقيا بقى هو السلاح الوحيد اللي موجود فعليا في أرض المعركة. ولما التشويش الإلكتروني زاد، الجنود ركبوا مخ صناعي للدرون، رقائق ذكاء اصطناعي بتخليها تخلص المهمة وتصيب الهدف لوحدها حتى لو الإشارة اتقطعت تماما. اللعبة ما بقتش عروسة بخيوط بيحركها بشر، بقت وحش مستقل بياخد قراره بنفسه في آخر لحظة. والأغرب من ده كله هو الطيار اللي بيحرك اللعبة دي وسط الرصاص. في الغالب مش عسكري، ده مصور افراح او جيمر بيستخدم حسه الفني وتعوده على دراعات البلاي ستيشن عشان يختار احسن كادر للدمار. التكنولوجيا اللي صنعناها عشان ننبهر ونصور بيها لحظاتنا الحلوة بقت هي اللي بتخلينا نترعب.